سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا معايا اليوم غادي نقادو مع بعضياتنا ساندويش كريسبي ان شاء الله. غادي ندوزو نيشان طريقه التحضير ونشوفوا في الفيديو. كيف ما شفتوا هنايا غادي ناخذوا صدر ديال الدجاج اولا لادان اللي متوفر عندكم. غادي نقطعوه بالطريقه اللي بغينا حنايا. كيف ما شفتوا الطريفات اللي يكونوا شويه كبار موين، ما كبرش بزاف. غادي ناخذوا نص كاس ديال الحليب، غادي نخلطوا معاه معلقه كبيره عامره مزيان ديال الدقيق. كنخويو في بول وكنضيفوا عليه ملح، تحميره، توابل ديال الدجاج، ابزار وراس المعلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال لاموطار، جوج معالق كبار ديال لاصوص صوجا. كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم، وكنضيفوا عليهم عصير ديال نص حامضه. المقادير غادي نخليهم لكم في اول تعليق ولا في صندوق الوصف. كنخلطوا مزيان حتى كينسجموا العناصر ديالنا، وكنضيفوا 3 المعالق كبارين ديال زيت نباتيه. كنخلطوا مزيان حتى كتنسجم لينا الزيت مع باقي المكونات، وكنبداو نضيفوا في الدجاج ديالنا في لا ماريناد اللي قادينا. كنخلطوا مزيان الدجاج، كنرقدوه مزيان حتى كنحسوا به باللي راه القطع كاملين تغطاو بلا ماريناد ديالنا. كنغطيو عليه وكنخليوه اقل حاجه نص ساعه. تقدروا ديروه مع الصباح وتخليوه حتى العشيه. هنايا غادي نقادو لاصوص. غادي ناخذ 3 المعالق ديال المايونيز، 2 معالق كبار ديال الكيتشوب، ومعلقه كبيره ديال لاموطارد، رشه ديال الملح ورشه ديال الابزار. كنخلطوا مزيان المكونات ديالنا. دائما نصحوا الذوق في الملح والابزار حيت هما اللي كيقادوا لينا لاصوص. كيف ما شفتوا كنخلطوا مزيان حتى كتنسجم، وكنضيفوا عليها معلقه صغيره ديال العسل. غير توقوا فيا غادا تجي هاد لاصوص بنينه بزاف. كنغطيو عليها وغادا نديرها في الثلاجه حتى ينسجموا لينا العناصر مزيان ويتعرفوا على بعضياتهم اكثر. هنايا غادا ناخذ كاس ديال الدقيق، غادا ندير عليه الملحه، الابزار والتحميره، وغادا نخلطهم مزيان. وغادا ناخذ زلافه اللي فيها الماء عادي. غادي نخلطوا كيف ما كتشوفوا في الفيديو مزيان داك الدقيق حتى كينسجم لينا مع الملح والابزار. كناخذوا الدجاج ديالنا من بعد ما ترقد وشرب مزيان. راه واضح في الفيديو كيفاش الدجاج ولا. كنديروه في داك الدقيق اللي خلطنا معاه الملحه والابزار والتحميره. درنا درنا التحميره باش تعطي لون زوين للدجاج، والملحه والابزار باش ما تجيش ديك الطبقه الفوقانيه باسله. كنديروا الدجاج ديالنا مزيان في الدقيق. الطريقه راه جدا واضحه في الفيديو. في هذه المرحله كناخذوا القطعه ديال الدجاج اللي درناها في الاول، كندوزوها في الماء، كنديروها وكنحيدوها بالزربه، وكنعاودوا ندوزوها في الدقيق ديالنا باش كتلبس لينا مزيان وكتجي كروكون اكثر. الطريقه راه جدا واضحه في الفيديو. غادا نكمل معكم دوك 4 القطع باش تكون الطريقه واضحه لكم. كندوزوها في الماء، كنديروها ونحيدوها بالزربه، وكنعاودوا ندوزوها في الدقيق وكنحطوها في شي صحن جانبا. من بعد ما دوزنا الكميه ديالنا كلها في الدقيق والماء كيف ما شفنا في الفيديو، غادي نديروها هنايا في الزيت سخونه على نار متوسطه. كنخليوها تاخذ وقتها في الطياب باش الدجاج ديالنا كيطيب مزيان من الداخل وباش الزيت ديالنا ما كتحرقش. كنحيدوها الكميه ديال الصدر ديال الدجاج ديالنا
من الزيت كيف ما كتشوفوا، راه كتجي كروكون بزاف، كتجي مقرمشه. هنا كناخذ معكم خبز ساندويتش اللي قديت معكم في الفيديو اللي فات. غادي ندهنو بلا صوص اللي صايبنا ودرناها في الثلاجه في الاول، كندهنو بحال هكا بهذه الطريقه باش ما يجيش الساندويتش ديالنا ناشف. وكنحطو الدجاج ديالنا. التقاديده ديال الساندويتش راه كتبقى اختياريه وعلى حساب الذوق ديال كل واحد وعلى حساب المتوفر في كل دار. غادا ندير انا هنايا غير الدجاج، الخس ولي طوماط سوريز. نتوما لكم الاختيار، ديروا مطيشه، ديروا الخس، ديروا فرماج، نتوما لكم الاختيار. وكنعاودو نديرو لاصوص ديالنا من الفوق باش الساندويتش ديالنا ما يجيش ناشف. الطريقه راه واضحه في الفيديو. كنضغطو بالموس بحال هكا باش الخبز ديالنا ما كيتقطعش من الجنب الاخر. كيف ما كتشوفوا الساندويتش كيجي بنين بزاف، غادي توليو مدمنين عليه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه. الى عجبكم الفيديو خليوه جيم، ولا عندكم شي تساؤل خليوه لي في لي كومونتير، وتابوناو في لاشين باش يوصلكم فيديو جديد. تبقاو على خير، باي باي.